بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس رقم 12 من مجالس علم الفرائض. وقيد المجلس 12 مثلا أكون اسم كثير الموضوع بوسع نخدم في ميراث ذوي الأرحام، ولكن قبل أن نبذو الموضوع جديد بوسع نفكاك خلاصة مركزة في الدرس نيادان اللي هو ميراث العصبات. مثلا تحصان الورثة لن أصناف مري مثو مذان وقدرتي ورثن لن أصناف من الورثة. الصنف مزوارو اسميس أصحاب الفروض. الصنف والسين اسميس العصبات. الصنف والثلاثة اسميسن ذوي الأرحام. ما يلولاش يموثيون ورسالة ياكل ورثة هذا يروح بيت المال، هذا يروح الخزينة تريزور بيبليك، هذا يروح الخزينة يعني الأمة من الدولة. ثورة ميراث ذوي ميراث أصحاب الفروض نفكث ذي بذاك الأصناف أنواع أصحاب الفروض. من بعد ميراث العصبات وقيد درسني عدان ناد العصبات أنوي العصبات ذي الورثة أري ورثا الباقي بعد أصحاب الفروض. أين دي يقول ذي تركة بعد أصحاب الفروض موحد سنيلان أذورثن كل شيء. أدفتر مثال يقول ما يموت جاد ثمطوثيس أك ذفافاس ذفافاس نسا ثمطوثيس صاحبة فرض في الساعة الربع أنكار الربع 1/4 في 4 ذفافاس مدام عاصب أذي ورث كل شيء. أين دي يقولان وقيم بدلنا العاصب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض ويستأثر بالميراث إذا انفرد، ويستأثرون بالميراث إذا انفردوا. هكا مثلا ما يموثيوني جاد ميس فقط، يموثيوني جاد ميس يك تريكا ينس كل شيء يميس. هذا ما يموثي جاد كان عميس كل شيء عميس، ما يموثي جاد كان يهماس كل شيء يهماس، وهكذا. والعصبات الندايث مثلا اللان أولا ألف العصبة بالنفس، با العصبة بالغير، جيم العصبة مع الغير. وكذا كيف الأنواع نغل الصناف يقلن دي العصبات النسبية وكيكون شرحتي بالتفاصيل ذا اسم كثير كذا اسم كثير. العصبة بالنفس لن 4 جهات، إلى جهة البنوة الدرية، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة. مردين جهة البنوة أميس ميس نميس وإن نزل. مردين جهة الأبوة ذاذاس ذاذاس بافاس وجي مقارنة الجد العصبي. مردين جهة الأخوة قصدغ أثمثا إشقيقا أك ذا ثمثا سفافاس سيماس خطير أثمث إشقيقا أكذ وثمثا السفافاس أكذ الدريانسن الذكور أميسن جماس شقيق ماشي اللي سخاطي أميسن جماس شقيق أميسن جماس شقيق أميسن جماس سفافاس أميسن ميس جماس بافاس وهكذا سيجماس بافاس وهكذا. وكيوم يقارن جهات الأخوة ثلاث جهات العمومة في 4 عميس وعميساكي إزمر ذي ذا شقيق
إزمر ديالي ماشي ذا شقيق أنوي ذا عميك ذي جماس باباك سباباس يماس أما كان إزمر ديالي ذي جماس باباك سباباس كان وقي قارنس عم من الأب من جهة الأب عم لأب نغرى ونسم أميس عميس أشقيق أميس عميس سباباس وهكذا في قدقي ومقارن يعني الأربع جهات جهة البنوة الأبوة الأخوة العمومة والترجيح هي رسم نسفهمي هيد ود نخدم داغن بعد سيدة نسوي المسائل يكون الترجيح بالجهة إذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة أذكر مثال أمثلة يقول ما يموت جاد ميس أكو ذيك ماس التركة صروح ميس غاس خاطر سواش الجهة ميس يزوار ماس جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة يوني موثي جاد فافاس أكو عميس فافاس راه يورثن كل شيء عميس محجوب حجب حرمان خاطر جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة ما إلا يوني جاد جماس أكو عميس ذي جماس راه يورثن ماشي عميس فجي الترجيح بالجهة وإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة مثال يوني موثي جاد إجماس أو ذميس نجماس ذي جماس راه يورثن ماشي ذميس نجماس خاطر ميس نجماس أنزل درجة ما إلا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة ما يموثيون إيجاد ميس أكو ميس نميس الجهة واحدة يعني البنوة ذا شو ذا الفرق ذاكي إيفان دميس راه يزوير نميس نميس إما إلا شركيثن الجهة أكو الدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة مثلا إجماع الشقيق أكو إجماع سفاذة القراد كيف أدي إجماع ولاش يوني في نوايض واش ميفن أعطيكم الصحة وقيد إجماع أشقيق يعني سفاذة يما وقيد إجماع سفاذة صافي ذاكي أنوار يورثن ذي إجماع سفاذة يما ذا شقيق راه يحجبن إجماع سفاذة من بعد نسفهم دايث مثلا الصنف والسين النوع الثاني نناد العصبة بالغير ميم ديال المصطلح باش نفرق يا رسم ماردين العصبة بالنفس والحوايج روايض أميس فافاس عميس إكماس وحدس ماردين العصبة بالغير معنتها لنسين ذاكي تمطث الأنثى أتتعصب سيجماس مثلا يوني موثي جاد ميس يليس أمشار ثورث يليساكي أدي عصبة بالغير معنتها أقشيش ذي ورثين يحريشن ثقشيش ذي بحريش عصبة بالغير أكيد نربي القرآن إن يوصيكم الله في أولادكم للذكر ودينار للابنة إن للذكر مثل حظ الأنثيين يعني يول ما إلا يجد ميسك ذي الليس ذاك عصبة بالغير أنطبق فلسن الآية يوم الإسلام أقشيش هذه ويسين يحريشن تقشيش ديون مثلا ما يجد 60 مليون أقشيش هذه 40 مليون تقشيش تساوي 20 هذا إما إلا ذات مثلا إيجاد والتماس تشقيق أو كماس تشقيق كيف إجماس هذه 40 مليون والتماس تشقيق تساوي 20 مليون إما إلا ذي جماس فافاس أك ذو التماس فافاس
كيف ذا ميم قراد، ولكن باش مخلفان انثى ذكر انثى ذايا انطبق فرس القاعده للذكر مثل حظ الانثيين. اما يجد اميس نميس اكذ دياليس نميس كيف تعصب بالغير اظهر نص القاعده مثل الايه للذكر مثل حظ الانثيين. ثقي قرا اسم العصبه بالغير الى وثلاثه اسم العصبه مع الغير. العصبه مع الغير انثى اكذ انثى ماشي ما قاعد تورا ذكر اكذ انثى ثورة خاطئ انثى اكذ انثى، ولكن لا نسات الحالات فقط في الاخت الشقيقه والتماثنا تشقيق اكذ الاخت من جهه الاب والتماثنا سببتنا. الاخت الشقيقه مثل يذس فرع وارث مؤنث اما البنت او بنت الابن مهما نزلت. ذاكي الاخت الشقيقه اذا اجتمعت مع الفرع الوارث المؤنث ترث الباقي تعصيبا كأنها أخ شقيق فترث ما يرثه ويحجب ما يحجبه. والأخت لأب إذا اجتمعت مع الفرع الوارث المؤنث مثل البنت وبنت الابن مهما نزلت ترث مثل الأخ لأب، يعني تصير مثل الأخ لأب إرثا وحجبا، أي ترثه ما يرثه وترث ما يرثه وتحجب ما يحجبه. يعني ما يوني جدول تماس أك ذي الليس نغي الليس نميس السوغة للأخت الشقيقة والتماس تشقيق. أما كنت جماس شقيق ما ذو التماس فافاس رميس الفرع الوارث المؤنث ذي الليس نغي الليس نميس السوغال والتماس فافاس أما كنت جماس فافاس. سؤال دخل من الأمثلة في كذا حوايج شوية التمثيل. طيب نخدم ذهن خاطر ذا قاد ذوي الأرحام. مثلا إمثيون إيجاد أخت شقيقة، إيجاد مثلا بنت، مثلا إيجاد زوجة، هثاني يوني موث إيجاد تمطوثيس إيجاد والتماس تشقيق إيجاد يليس. أمشي على نبضو الزوجة ترث الثمن وكين فراث ثيس 8 1/8. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث خاطر لا البنت يليس ترث النصف ضرب دينان وإن كانت واحدة فلها النصف أتساوي النصف. أما كد نسفهم أما ذي ثمور أما ذي الزمور أما ذي كثريمان أما ذي كلش عقارات ومنقولات إلى آخره. أي غرف لا وحدث وعدم وجود عاصب ولاش الابن. لو كان إلى الابن تتعصب به فترث الباقي تعصيبا طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة ثقي ثورة ذا مشى ثورث أتورث الباقي أكن يكتب تعصيبا، ولكن كذا بين قوسين عصبة مع الغير. ثغل أماكن ديك مسا شقيق ذاك مدنا مثل الأخ الشقيق يرثن وحجبا شغل أماكن كداويغ ليكيفالون نكماس ليكيفالون نكماك أمشي على خدمة أشي ناس الجرد يليك أكد ولتماك أماكن نراكد سجاد يليك أكد كماك أماكن أكان مستفى مثلا يلا. وإذا قد نشوف قاعدة أدنيني أخت شقيقة شين زائد فرع وارث مؤنث. مدين فرع وارث مؤنث اختصارا يعني ماشي كان البنت لو كانت سيلي بنت ابن ولو كان ديال اللي سنميس
لا يتغير الوضع. هذه قيمة كذا النصف ثورث. ألو أخت شقيقة زائد فرع وارث مؤنث الفاء الواو الميم اختصارا يساوي يساوي أخ شقيق. هذا بغاك تدري كيفانو الأخ الشقيق كيف ما إلا يوني يموت إيجاد مثلا إيجاد أم إماس إيجاد أخت إيجاد بنت إيجاد أخت لأب يعني ولتمس سباباس لأب أكار نخدم هذا إيجاد يماس لسا وتجري مثلا وين سمحتي دائما مديني إيجاد وين يموتن باش نغلظارة خاطر يزمرتي ولا يونيك في السؤال أكيني إيجاد يماس نسى يقصد تنطوزيس يبغى يهضر فين دي استقسانا كني نسى خاطي إلا توجور النسبة أتسيلي يولي يموتن هكا أديني وين يموتن إيجاد يماس أشو دي جانيظن إيجاد يليس أشو دي جانيظن والتماس فافاس مات عن أم وبنت صلبية وأخت لأب. الأم ترث السدس لو ان سيزيام أي غير في الستة خاطر ند الأم ترث السدس في صورتين. الصورة الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا والصورة الثانية عند وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا. هذا الأم ترث السدس والبنت اللي ستساوي النصف اندومي النصف. أما ذا الأخت لأب أتورث نكون دنيني باعين ذاك نكتب الباقي تعصيبا. وذي علم الفرائض الهانت المختزلات المختصرات الحروف كان أنت مسفهم مراكينيغ مثلا فا معناه فرضا مراكينيغ با عين الباقي تعصيبا مراكينيغ ألف ميم معناه أصل المسألة مراكينيغ ألف ميم جيم معناه أصل المسألة بعد أصل المسألة الجديد بعد التصحيح. يعني أنا غالا مسفهم المصطلحات هكا. الأم هنا ترث السدس كما قال يوجد الفرع الوارث والبنت ترث النصف انفرادها وعدم وجود عاصب والأخت من جهة الأب ترث الباقي تعصيبا أي غير باعتبارها كيف عصبة هذا عصبة مع أي غير دنا مع باش نميز هذا الصنف عن الصنف الذي شرحناه العصبة بالغير وين يكون ذكر مع أنثى البنت مع الابن الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة الأخت من جهة الأب مع الأخ من جهة الأب وهكذا بنت الابن مع ابن الابن ونشرح حتى الأخ المبارك أو القريب المبارك يعني ذي اللقاءات إعادا في المجالس السابقة. هذا ساقي فلو كنا نخدم أصل المسألة ذاقي الأم شحال ثاري أشحال أصل المسألة ذاقي ستة خاطر العلاقة بين 6 و2 هي علاقة التوافق نغ علاقة التداخل نغ علاقة التماثل نغ علاقة التباين. في كذاكي سيأتي بيانها ونركز زي مثلا العلم علم نتاع الشرع ربي ورسالة تمثيل تاكو على ربي دينان فقط أكا يكويد علوم الرياضيات باش تستوعبن احتمالات علم الفرائض إعجاز كبير جدا. ومن وجوه الإعجاز أنه يستجيب لجميع احتمالات الدنيا في دنيا البشر. ياك لي بروبابيليتي دو موند ياكوك فكداين تبغيض لي سوليسيون لانت ياك العلم عبر قرونه ماشي دي زماكين عاش ثورة اكل قرون يعدان وربي قدر سبحانه عز وجل تبغي ربي يبغانا كا لي زيكسبسيون تمثالني واعر مليح يقلا قظرون تظن في عهد الصحابه نسعى الزهر
لو كان ظرن ثورة مشكلة استظهر كثير فرث ياكل إلا قد مؤتمرات تسخن، ولكن فرد ذي الوقت يرنا وظرين 3 اياض هذا ذاك الإعجاز. اي بورتون ثوري يقوى الغشي، ثوري يقوى الموت، ثوري يقوى كل شيء، المواريث كل شيء يقوى سبحان الله. ولكن ربي سبحانه وتعالى الحكمة ينس. يلا صافي ذاكي السدس اصل المسألة 6. العلاقة تقول تشرح غير ثورة نشرح غير من بعد ما نكشمي الدرس وايض ان شاء الله. بعد الدرس القادم دعوة توعر اكثر، توعر اكثر خاطر نكشم ديال المسائل، نكشم التأصيل كاين حوايج كل علاقة تقوم الاسلام انت نشرح التفاصيل من بعدين التصحيح تصن تمثال غير رجل. الام تيما شحال تورث الانسيزيا من 6 1 يون، اي اللي تورث النصف من 6 3 صحيت. نجمع الباقي 3 زائد 1 يساوي 4، 6 ناقص 4 يساوي بارك الله فيك. ثورة ميلا ذي ذريمن إيجاد 60 مليون، أمشي نضو 60 مليون 60 مليون ديفيزي بار 6 أشحال تغال 10 مليون. متى مات أدريني كميني 1 في 10 مليون نشوف غد يعني يساوي 10 ملايين. ميلا ذي البنت 3 في 10 يعني تورث 30 مليون. من بعد ميلا ذي الأخت الشقيقة 2 في 10 يعني يساوي 20. مثل جمع 20 أكل 30 أكل 10 60 مليون. ليكسبير دا كاع يخدم في الشغليس، النوتير كيفاش شغليس العلاقة ير النوتير ليكسبير. أما ليكسبير فينونسيي قدري من أما ليكسبير فونسيي ياكل لي زيكسبير دا كاع باش من تورا ابار النوتير الخدمة سندس من بعد. ذا شري يطبق ليكسبير الفريضة تسقي الفريضة بسيطة أكيني لان الساغي مرسويان بوشال ما تمشافين لا توليرونسي لا قاتيلي ماشي 60 سنتيم غاس ساقي الجي بي اس كني توجور تسي الخلاف وزيكي مغارم في الطون سومرار في الطون صوفار اكيني قيس كان السياغر ذي هنا شحال غادي نضرب 40 كا 50 معليش لا توليرونس. قرنا كيف اللحن امرار يسعى النية يثلا النية مثورة جي بي اس نو اكيني وقيلا روح نية 10 سنتيم لي ديتاي اكني غادي الصر بيثم ديث وخلاص. الو جماعة الخير ذاكي ثورة لي زيكسبير هذ الحونا كل 6 ياكي اكل الفريضة ياكي كل شيء تظن في 6 كل شيء. اما تسمور ثم تزمور ثم سيحونا اما كل شيء في 6 ما ولا الزمار ذي فضو الخدمة وميقارنا مسوفة ثقال نهضر في الناس ذا غا مسوفة كي يسعى نتصل القواعد اطابلوها تنفذوا السير الحيض والحيض يا خاكا وما يكتب ربنا هاد نزي هاد نزي كل جامعة كيف الموضوع كان اسم استخارج امسوفة ونهضر كم ثاني كوني فلاحي كان هكا جيتيك ولا بيبري كان قال لك شاوي حانوس شاوي تراكتور الشناوي اخام نو مي ما نبغى يكون كيف كي ديتاي ربي شي قرف كاس ديتاي اذا قسم تفكر صافي ياكل احتمالات التخارج الى اذيليت. يلا اثنت فرا ثوره ادنوا القاعده كيف ما كيدنا ذاكي اخت هذا نشوف القاعده اخت لأب زائد كيف فرع وارث مؤنث يساوي أخ لأب. هذا غلط يساوي أخ لأب. هذا تاقي ذاكي نكفثوا العصبات ثوار نكشم ذي ذوي الأرحام. أولا التعريف يعني بذوي الأرحام. ذا شو ذوي الأرحام هاكي ذوي الأرحام ذي الورثة الأقارب الورثة أورلين أصحاب الفروض أورلين العصبات صافي ذوي الأرحام. الكلاسمون يسهل أكدير مثلا يليس بنادم من عصبات من أصحاب الفروض ساعة الفرض ديال القرآن أكين ثيمات
يوني موثي جاد يماس عندها كلاسيض صحاب الفروض أكيني يجاد ميس عندها كلاسيض عصبات خاطر الابن ريسارا نصيف وريسارا مور يعني اكزاكت عاصب أكيني جماس شقيق لو كان دين من اصحاب الفروض حين غاش شحال يورث ان سيزيام ان ويتيام ان كار دين ولاش اش يدير مادام ولاش كلاسيث ذي العصبات كلمة العاصبة قد جاي عرفت من معانيها يخي صورة يوسف زان صورة يوسف اسمي سنان باباس فكا يوسف اثناء ذي حوس وبعدين سقراث يتوشن اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون اشو سنان أيأكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون عصبة جماعة قوية أمشوشنا ذيك يوسف أغثيك سيري فأسن جماعة قوية ممكن قصد قبثة عصابت ينايشو ذاك نية قرويس السكن القوة السكن الجد والإنسان يتقوى بعصبته من ذي فلاح كان يون ميلا يسعى ثقشيشت يسيس سراجوني مولى انا سين ان شاء الله هذه سعميس باش يسيس امش قارن تون سنت سكمات سنت نغمش قارن يعني اكا يعني هذا هو ثورة ادنوح ذوي الارحام لو كاشيني الخاله خالتيس عمتيس وتيدن في ديالك في كذاك عندنا كلاسيط سيكي ذوي الارحام صافي عميك من العصبات عمتيك كلاسيس ذوي الأرحام خالتي من ذوي الأرحام خالي من ذوي الأرحام أدمرنو يليس نميس من أصحاب الفروض أميس قليس من ذوي الأرحام يليس قليس من ذوي الأرحام أميس نجماس من العصبات يليس نجماس من ذوي الأرحام أم بعد جدس ثورا كيني داك سمحتي إن كيني سير فافا سيما فافا سمبافا جدي فافا سقما جدي ولكن فافا سمبافا جد عصبي نغراث هو من أصحاب الفروض ومن العصبات إفافاس جما من ذوي الأرحام بورتون الكارد كيفاه فافاس مبافا فافاس جما ولكن فافاس مبافا من أصحاب الفروض ومن العصبات فافاس جما خاطي ثلاث مطوث جارانا ضيما تجد الدليل ما ثلاث مطوثيث الماس سي اوتوماتيك ماذا ثلاث مطوث صافي يما فافاس قما وقي قاس جد رحمي وقا ثاني الشمذا فهذا نفك الانواع اديفان كلش ان شاء الله. ثانيا اصناف ذوي الأرحام إلا الصنف مزوارو صاد أمزوارو ويقاس فروع المتوفى من غير أصحاب الفروع والعصبات مثل بنت البنت يليس قليس مثل ابن البنت أميس قليس وقال من أصحاب الفروض ولكن الفروع يلا صاد صنف السين اسمس أصول المتوفى أيضا من غير أصحاب الفروض من غير العصبات مثل أب الأم. بارك الله فيكم. هذا إذن أصول المتوفى مثل أب الأم يعني فافاس قمة
هو جد رحمي. مثال آخر أم، أب، الأم، كيف تجي جدة. إكسار يما تسعى فافاس قما يسعى يماس بافاس قما، تجي جدة، ولكن جدة رحمية. مثل جدة مباشرة ثنا لا ما دينيض فافاس يماس بافا جدة، يماس قما جدة من قرادة، ماشي ثقي كيف نسنت من أصحاب الفروض سنات من يريد الساون أتبدلت مشاوس هذا وقي الصنف والسين. الصنف ثلاثة صاد ثلاثة فروع أبوي المتوفى. لا شو قصد فروع الأبوين؟ يعني مثلا بنت الأخ الشقيق، ابن الأخت الشقيقة إلى آخره. يلس نجمس شقيق ثقيمي ذوي الأرحام، أميس بلتماس تشقيق من ذوي الأرحام. هذا الأصنافين وقيد مثال. الصنف الرابع فروع الأجداد أو الجدات أو الجدات أنكسوا أو والجدات. والجدات يعني العمات، الخالات خالتيس عمتيس، الأخوال، الأعمام. لا الأعمام خاطئ، الأعمام نغرث ذي العصبات. ما شاء الله بارك الله فيكم. ثنين كفى الأصناف. ثوري قرات أنخدم طريقة التوريث ثاقي إلى قنكسك شوية ذاقي هكا. ثالثا طريقة توريثهم ثلا ألف طريقة أهل الرحم ثاقي سمزور. ثلا با طريقة أهل التنزيل. جيم ثلا طريقة أهل القرابة. طريقة أهل الرحم سهلة، هي طريقة التسوية. بمعنى مثلا يوني مثجد بنت أكذ عمة، يوني مثجد يليس قليس أكذ عمتيس. هي بورتون مخالفنت على حسب الطريقة يجي أضورثنت بالتسوية. كيف 50% يلي سقلي ما تجد 60 قطار بكال أسوي 30 عمتيك تسوي 30 ما تجد دعمتيك أكل خالتيك. كيف ثقة تسوي النص ثقة تسوي النص، عمتي خالتي عمتي إلى آخره. طريقة طبعا ذاكي فيه تفاصيل أدفع كان شوي لاقن وخلاص. الساقي طريقة أهل التنزيل شو المعنى يس مثلا ثلا بنت
بنت ثلة بنت أخت شقيقة يوني جاد يليس قليس أكذ يليس بلتماس تشقيق ذاك مشات خدمة تفداك ستيلو خدمك خدم أبارير ذاك دير حاجز ولي كان غذا ولي غير الأصل وتوالي راه غير الفرع ولي غير الأصل ولي أمشي ورثنت لو كان تورا لو كان يكون دنيغ مثلا يموت يوني جاد بنت أكذ أخت شقيقة تسيقالاكي راه داراكي كيفاش نقسموا تاريخ البنت كم ترث صاحيتو النصف والأخت الشقيقة كم ترث باعين سندهن هات ساكي ها أخت شقيقة زائد فرع وارث مؤنث يساوي أخ شقيق يعني تورث الباقي معنى ذا قلت سوالارا الفرخ أنوالي الجذرة أنوالي الأصل صافي بنت البنت أكد بنت الأخت الشقيقة أمشي راس نخدم البنت ثقي أتورث النصف الأخت الشقيقة الباقي يعني شحال باقي معناه النصف أين دي يقولان وطبعا ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض وعدم وجود العصبات هذا شرط أساس ما طريقة أهل القرابة إنك نطبق عليها قواعد التوريث في العصبات على بالي المسألة تحتاج إلى تمارين كثيرة وسيأتي بيانها إن شاء الله وقدر في الدروس القادمة ثلاث مثلا نمسفهم مثلا نفهم ذوي الأرحام وقيل الصنف ويس ثلاثة صافي يون ما لا يموت أنبضوا التركة على حساب الفريضة يعني أصحاب الفروض نسفهم اثنين إن شاء الله نفهميثن العصبات نفهميثن ذوي الأرحام مثلا ساقن فهميثن يلا شوية تفاصيل ما دوش من القوانين شوية ذي مغروال في هذه الساعة أكتفي بهذا يرنا علم الفرائض من خصائصه أنه مع الوقت المسائل إلى قل زيكزيرسيس إلى قل المسائل باش من بعد أنوليو كل ديتاي أنوليو من الحاجات الغريبة خاطر لن تمثال عجيبة جدا لن تمثالين يضرون كل 5 قرون باش يصدروا يوث بعد إن شاء الله مسير الساولة ودور فيها المسائل معقدة للغاية يعني يحوج يون بشري يخدم مسألة هذه يخدم ليل ونهار يعني هذه تصغير شوية كان هذه يخدم 30 يوم نورمال باش يدي السفغي في المسألة 30 يوم كين يبغوا إلا أقل 30 يوم ما يقدرش مستحيل وهي مسائل في غاية التعقيد وطبعا لانت المفاجآت ممكن نحلوا لكم مسائل في شكل عمارة شغل باطمة أدناوي ذيك مثلا 200 وارث 150 170 وارث سورتو ذي ثمورث النغ أن نساو قرذا مقران إلا يقارن المناسخات وفي الطنار الغشية لما عدن العوام هذه مثيونا 1960 ورثنا لا قيمنا كني وقاد الورثة وقاد يموثن جند الدريا جند الورثة ثدوض أم بعد 2019 أكين يخدمي الفريضة صافي شحال تخدموا الاحتمالات أتخدموا يقارن قواعد المناسخات لذلك يا جماعة الخير ذي المسألة قد يفدون بلاش كاد نفذر ذوي الأرحام نفذر أصحاب الفروض نفذر العصبات ذينا إن شاء الله هذه نفك التفاصيل المختلفة لفهم هذه المسائل إما لا يموت وريسعي لا أصحاب الفروض وريسعي العصبات وريسعي ذوي الأرحام
قال دم الكورياخ وين اما يموت ثمورث اما فراني ثمورث ذي الدوله يعني بيت المال ذي الخزينه العموميه اري ورثا وعلى حسب القانون قانون 84 11 لا لوا 84 يعني المعدل والمتمم بالامر 0502 الماده 180 انك يروح بيت المال الخزينه العموميه. في الدرس اللي ان شاء الله تعالى انبذ في موضوع التأصيل اي استخراج اصل مسائل جرم تلويث ارث مليليث. السلام عليكم ورحمه الله.